الاتحاد الوطني الكردستاني يوجه رسالة للسودان يمنع تهريب النفط، والسوداني يكشف عن اختيار مستشارين جدد لحكومته. وماذا تم بين محمد الشياع السوداني وشيوخ العشائر العراقية؟ أكدت عضو الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دليا اليوم السبت قدرة بغداد على ردع عمليات التهريب النفط في إقليم كردستان العراق، مشددة على ضرورة الالتزام الأحزاب الكردية بقرارات الحكومة الاتحادية. وقالت ريزان في حوار صحفي لها إننا نتحدث عن حقيقة دستورية، وهي استطاعت الحكومة الاتحادية عن ردع تهريب النفط والغاز في كل أنحاء العراق بضمنها إقليم كردستان، مشددة على أن ثروات العراق ملك للشعب العراقي بأكمله. وأضافت أن الأوضاع الاقتصادية سيئة جدا في كل أنحاء العراق، موضحة أن الأحزاب الكردية تشارك في الحكومة الاتحادية ولا بد لها من الالتزام بخطواتها وقراراتها. والتقى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني اليوم السبت عددا من نقباء ورؤساء وممثلي الاتحادات والنقابات المهنية والقطاعية. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن السوداني استمع إلى عرض من السادة الحضور من مجمل نواحي واقع العمل المهني النقابي وما يعتري هذا القطاع الحيوي من مشاكل وعقبات في مختلف جوانبه. وأكد السوداني بحسب البيان أنه عازم على تأسيس اللجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والاتحادات والنقابات المسؤولة وفقا للقانون بما تمثله من بيوت للخبراء في مختلف الاختصاصات. وبين رئيس الوزراء أن رؤساء الاتحادات والنقابات سيكونون بمثابة المستشارين للحكومة في تطبيق مناهجها الوزارية ورؤيتها في المجالات المتعددة، وفي مقدمتها القطاعات الخدمية. ومن جهتهم عبر رؤساء الاتحادات والنقابات عن دعمهم لسياسات الحكومة الجديدة، مؤكدين أن اجتماع السوداني معهم في أول أيام حكومته دليل على النية الجادة في إيجاد علاقات شاكة بينهم وبين رئاسة مجلس الوزراء. وقال رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني في لقائه مع شيوخ عشائر العراق أن خدمات المواطن تمثل أولوية بالنسبة لحكومته، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن السلم الأهلي لن يتحقق في البلاد ما لم تتضامن شرائح المجتمع كافة بما فيها ذلك القبائل. وأدلى السوداني بهذه التصريحات خلال لقائه مع الشخصيات الاجتماعية وشيوخ العشائر العراقية ووجهاء من عموم مناطق البلاد. وذكر بيان أصدره مكتب الإعلامي لحكومة السوداني استمع في الحديث عن هموم المواطنين ورؤيتهم اتجاه الوضع العام في البلاد وانشغالات المجتمع العراقي في النواحي المعيشية والخدمية كافة. وأكد السوداني أن أولويات حكومته تمثل أن تقدم زخما ملحوظا للجانب الخدمي، وأن يلمس المواطن في كل مكان تغييرا إيجابيا في مستوى الرعاية والخدمات التي تحققها أجهزة الدولة بكل جوانبها ومسؤولياتها. وأشار رئيس الوزراء إلى أن أجهزة الدولة يأمل أن يحظى بالدعم والتأييد لإنفاذ القانون والمساعدة في نشر ثقافة المواطنة الحقة ونبذ المظاهر السلبية التي تلحق الضرر بتماسك النسيج الاجتماعي. وقال السوداني أيضا أن السلم الأهلي والتكامل في أداء الأجهزة الأمنية لن يتم على الوجه الأمثل ما لم تتضامن وتتلاحم كل الفعاليات الاجتماعية والعشائرية والنخب المجتمعية من أجل تحقيق الاستقرار وسيادة القانون في عموم البلاد. وإلى هنا ينتهي خبرنا إلى هذا اليوم. أشكر كل شخص تابعني إلى هذه اللحظة. دمتم في أمان الله وحفظه.